النادي الأهلي عن أليو ديانج، هناك قرار بعودته للأهلي وقيده ومشاركته في كأس العالم للأندية بغض النظر عن موافقة كولر. أكد النادي الأهلي على أن لجنة التخطيط وإدارة الكرة قررت عودة أليو ديانج بعد انتهاء إعارته، بل على العكس تماما كمان بعد عودته من الخلود السعودي الأهلي هيجدد له وهيمدد له عقده علشان يحتفظوا بيه لأطول فترة ممكنة، لرؤية لجنة التخطيط بأنه من الأساس رحيل أليو ديانج عن الأهلي خطأ كبير يجب أن يتم إصلاحه بعودته للفريق مجددا بعد انتهاء إعارته مع نادي الخلود السعودي، وسيكون متواجدا مع الفريق في كأس العالم للأندية لدعم خط الوسط بجوار حمدي فتحي. ولكن في النهاية تبقى كلمة، كلنا شفنا ان اقوى خط للاهلي في لقاء باتشوكا الاخير كان خط الوسط، مروان عطية اكرم توفيق كانوا 100. يقوم الاهلي بقى يعمل ايه؟ عمال بيدعم خط الوسط اللي هو اساسا قوي جدا ومش محتاج اي دعم، بدل ما يدعموا الهجوم والجناح الهجومي. حاجة غريبة وتدل على ان الناس اللي بتدير دي مش فاهمة اي حاجة في اي حاجة خالص.